رجالة تانية ثانوي، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة طبعا هنحل على الذاكرة. عايز تعرف كل الملخصات اللي فاتت هتلاقيها تحت عندك في لينك، واللينك التاني فيه كل فيديوهات الحل اللي فاتت، وطبعا هتلاقي هنا وهنا الفيديوهات اللي جاية. فيلا بينا كده يا صاحبي نخش على الحل. بص يا عم، بيقول لك قدم بافلوف نظرية التعلم الشرطي اللي انت طبعا هتدرسها السنة دي، وتوصل من خلالها إلى أن الكائن الحي يفقد ما تعلم إذا أهملنا عامل الزمن أو الفاصل الزمني. يبقى الوقت، بدل ما فيه وقت يبقى أنت بتتكلم عن تضاؤل. خش على السؤال الثاني، بيقولك إذا استخرجت رقم تليفون صديقك من دليل الهاتف الورقي لتتصل به وفي طريقك للهاتف دق جرس الباب فرحت له، يعني حضرتك بتفتكر رقم صاحبك راح تتصل بيه لقيت ايه الباب بيخبط، فقمت رايح تشوف الباب ايه ظروفه، فانت كده عملت شغلت انهي ذاكره. طبعا ده المدى بتاعها مش لحظه ومش حضرتك نسيت تاني، يبقى انت بتتكلم عن قصيره المدى. السؤال رقم 3 بيقول لك رغبتك في نسيان، بدل ما قال لك نسيان يا صاحبي حاجه انت عايز تنسى، انت اللي عايز تنسى، يبقى حضرتك شغلت انت طبعا واخدها من الترم الاول لو تفتكر الكبت. وهنا هسألك سؤال مهم جدا يا صاحبي، لو تفرق لي بين انواع الانتباه تحت في الكومنتات، ما تنساش اسمك. بيقول لك قيام رسام برسم لوحة الصورة وجه طفل قد رآه. لوحة صورة يعني كان عايز يرسم وجه طفل ايه شافه قبل كده، حد قبل كده، فيبقى بدل ما قبل كده يبقى هو بيعمل عملية ايه؟ استرجاع. تمام يا صاحبي. بقول لك ايه، يا ريت تفرق لي بين الثلاث مراحل دول في الكشكول، ماشي؟ ما تنساش. السؤال الخامس قال لك هناك اشياء في العقل تذبل وتتلاشى تماما مثلما تذبل الاشياء في البيئه الواقعيه او تتآكل او تفقد بريقها بمرور الزمن. توضح العباره دي احد عوامل النسيان، وهو عامل ايه؟ بص قال لك تذبل وتتلاشى بمرور ايه الزمن يا ولد، يبقى ده تضاؤل. يا ريت بقى تحت في الكومنتات يا ريت تفرق لي بين عوامل النسيان دي، الحاجات اللي بتخلينا ننسى دي، يا ريت يا ريت يا ريت. السؤال السادس، لو سجل انسان في قائمه قبل نومه ما يعتزم القيام به في الغد، فمن اعمال وواجبات، وعدا للقائمه دي في الصباح اليوم التالي، سيجد ان ما نسيه هو ما لم يكن يرغب لا ارادة ما كانش عايز، لم يكن يرغب اهي. السؤال السابع بيقول لك عندما تحفظ مستندا في مكان محدد وتحتاجه فإنك تذهب لاستعادته بسهولة. انت شلته في حتة فدي اسمها ايه؟ ذاكرة تحفظ. انما لو هو كان اتكلم عن استعادته بس هو هدفه من دي وكان حاطط في الاجابات تذكر، طبعا انت عارف وعارف ليه. ما تفرق لي بين التذكر والذاكرة تحت في الكومنتات. السؤال الثامن، تسمح الذاكرة للكائن الحي بالاحتفاظ بالمواقف اللي مر بيها، تستخلص من العبارة دي أحد مراحل الذاكرة، وهي مرحلة إيه؟ بص بيقولك بتسمح لنا إن إحنا نحتفظ بالحاجة، نحتفظ يبقى ده اسمه تخزين. السؤال التاسع بيقولك دخول الطلاب المعمل لعمل التجارب الكيميائية يساهم في التركيز وحفظ المعلومات أكثر من الدراسة النظرية. ليه؟ لأن الأستاذ بيوظف المعلومة ويطبقها عملي. ولا إيه؟ ولا انت بتركزش في اللي بنقوله في الحصص؟ ركز. السؤال العاشر يقول غاندي النسيان لا يأتي إليك، أنت من يجب أن تذهب إليه. أنت اللي عايز يبقى كبت. السؤال 11 بيقول لك يعرفها أحد العلماء بأنها إحدى المهارات التي من الممكن تنميتها. احنا أصلا في درس إيه يا صاحبي؟ يا سلام عليك، درس الذاكرة. أسطورة. السؤال 12 كلما كانت دفعية المتعلم إلى التعلم والتحصيل عالية كلما كان التذكر أفضل. الأستاذ طول ما هو بيعمل ده فبيقول لك ده بيوظف إيه؟ هو عايز يربط الموضوع بأهدافه، دافع، هدف، دافع. يا رب نكون بنركز. سؤال 13 الذاكرة هي مزيج من المؤثرات والعالم والأفكار المرء الخاصة عبر حياته. فهنا دي أحد أنواع الذاكرة وهي ذاكرة إيه؟ خد بالك قال لك عبر حياته، يبقى أنت بتتكلم في طويلة مدى. السلام.
يا ريت تحت بقى في الكومنتات تفرق لي بين الثلاث انواع بتوع الذاكره. السؤال ال 14، لحظه شعورك بالالم فور وخز ابره لاصبعك يدلل على ايه؟ السلام. انت يا دوبك حسيت بالايه؟ شعورك بالالم. طب ما هي حسيه، وده طبعا زي ما احنا عارفين مدفع رمضان، فكل سنه وانتم طيبين. ادي دانا، وتطلع كده بقى ايه الرسم المعاقده، مالناش دعوه بيه. ايه السؤال ال 15، حفظ طالب قانون رياضي سريعا بطريقه خاطئه قبل ادائه الامتحان مباشره وبدون تركيز كامل فمعرفش يحل. الاستاذ دخل المعلومه متسربعه كده فدخلها غلط. يا سلام عليك تشويه. السؤال ال 16 بيقول لك كلما تشابهت تجربتان زادت احتماليه اختلاطهم دخلوا في بعض. اختلاطهم يخليني ما اكملش السؤال. تداخل. السؤال ال 17 بيقول لك خلال مجريات الحياه الاعتياديه تتعرض لظروف نفسيه قاسيه تؤدي الى ضعف في الذاكره. ظروف نفسيه اسيا ولا اوروبا؟ سؤال 18، عدم استطاعة الفرد تذكر المعلومات مش عارف يفتكر يبقى بينسى. مع عدم تذكر يبقى نسيان. نسيانك ده عايز له إرادة وأنا قلبي بيضعف كالعادة. سؤال 19 بيقول لك عملية تلقي المعلومات من المدخلات الحسية ده يعتبر إيه؟ بص تلقي احساس يبقى استقبال. بقول لك يا صاحبي ما تفرق لي في الكشكول بين الاحساس والانتباه والادراك، الثلاثه دول مهم جدا. سؤال 20، يظن بعض الطلاب ان تشغيل الاغاني بجانب المذاكره يساعد على المذاكره بطريقه جيده ويزيد من تركيزهم. يناقض ده. بيناقض ايه يا ابني؟ مشغل اغاني يبقى خلو الجو من المشتتات، ده عكس ده. المفروض نخلي الجو ما فيهوش مشتتات عشان نعرف نركز. عند دراسة بعض المواد التي تحمل الطابع العلمي النظري فيعاني الإنسان كثيرا من صعوبة التحصيل، وذلك لأنه افتقد أحد عوامل. خدت بالك الراجل ده ما طبقش، فاهم؟ يبقى هو محتاج ماشي. سؤال 22، أنعم الله على الإنسان في بعض الأحيان بالنسيان، في عدم مواصلة تذكر الأشخاص العزيزة على قلبه وفرقوه وسببوا له وجع. لو الكلام من فضة دلوقتي أصبح. يعرفها أحد العلماء بأنها الذاكرة التي تخضع قوانين التفكير وتعمل وفق هذه القوانين والمهارات المحفوظة بها التي تعد أساس قدرة عقلية لدى الإنسان. يتفق ده مع إيه؟ طبعا إن هو بيجمع خبراته طول حياته. أغنية جديدة على نجوم FM. عند المحادثة مع الآخر يحتاج الشخص المستمع إلى تذكر بدء الجملة اللي سمعها عشان يفهم نهايتها. يبقى هو هنا بيشتغل بذاكرة إيه؟ أكيد قصيرة المدى، بداية ونهاية. ما تقوليش ما هو سمع فتبقى سمعية هديك بحاجة تخليك قرص طعمية. بقول لك ايه، خف الدم موت، انا نفسي مش مستحمل. ربنا يكون في عونك يا صديقي. سؤال 25، عندما نرى احد اصدقاء الطفوله نجد انفسنا متذكرين ملامح وشه، في بعض الاحيان ما بنعرفش نفتكر اسمه. ليه؟ عشان هو كان من ايام الطفوله. هو عدى الزمن يا جدع، عدى زمن. فاكر انت ايام لمتنا؟ كان بيعدي العمر في لحظه، في ثواني، حاجات غريبه كده. سؤال 26، إنها نوع من الذاكرة تحتوي على قدر هائل من البيانات. فيها معلومات كتير، يبقى طويلة المدى، عاملة زي كده طويلة المدى. سؤال 27، تدل على كفاءة التعلم لدى المرء وتاريخ حياته. فاكر كل حاجة، يبقى دي ذاكرة. يا جدعان الإجابة لما بتبقى ألف بيبقى مشوار برضو لحد ما نروح لحد هناك يعني. سؤال 28 بيقول لك الذاكرة التي تتلقى الصورة بعد النظر إليها مباشرة قبل ما تنفسرها. قبل ما نفسرها يبقى أنا برتبط بالإحساس. ليه؟ عشان إحنا قلنا إن الذاكرة الحسية أو اللحظية بترتبط بالإحساس، والذاكرة قصيرة المدى بترتبط. أنا بقول لك ليه؟ بتتفرج على الملخصات، أنت غريب جدا.
سؤال 29، استدعاء للمعلومات المحفوظة كنوع من الاستجابة لفعل أو نشاط محدد يصف ما سبق أحد مراحل عمل الذاكرة وهي مرحلة قال لك استدعاء، واخد لي بالك أنت؟ استدعي المعلومات يبقى استرجاع، معروفة. سؤال 30، تنقل صورة عن العالم الخارجي ولا تقوم بأي معالجات معرفية، يا دوبك بتنقل بس، يبقى حسية. سؤال 31، عبارة عن نسق لمعالجة ايه ده؟ يا جدعان ما درس الذاكرة، احنا هنقعد نقرا الأسئلة الغريبة دي. سؤال 32، تعمل كنوع من أوراق اللاصقة التي تكتب عليها ملاحظات سريعة لاسترجاع مؤقت للمعارف التي يتم معالجتها. بص، قال لحضرتك ان هو يا دوبك مؤقت، يبقى ذاكره قصيره المدى، لان حساسيه ما بتسترجعش وطويله المدى بتبقى وقتها اطول. سؤال 33، ذاكره تقوم بتخزين جميع المعلومات رغم اختلافها بطريقه دايمه تجسد دي ايه؟ بص، رغم اختلافها بطريقه دايمه طويله المدى. انا لسه بقول دلوقتي، بقول لك ايه، ما تفرق لي تحت في الكومنتات بين مراحل الاحساس. حاسك تعبت معانا بس يلا زي بعضه. سؤال 34، هناك حقيقة في المجال الطبي تقول ان اي عضلة او اي جزء من الجسم لا يستعمل ولا يتحرك او لا يتحرك فانه بمرور الوقت يصبح عرضة للضعف والضمور. الاستاذ ده حصل له تضاؤل، هو راح فين؟ سؤال 35، العجز عن الاسترجاع، ما بيعرفش يفتكر يبقى بينسى، ولا انت ايه رايك صعب؟ طيب سؤال 36 بيقول لك حيلة دفاعية عقلية يلجأ إليها المرء للتخلص من الحاجات اللي مش حلوة، واخد لي بالك أنت؟ دي يبقى إيه؟ كبت بلدي. سؤال 37، إذا تعرفت على مجموعتين من الأفراد في وقت قريب فقد لا تتذكر أسماء الأشخاص بالتحديد، يعني والله هو ده كان اسمه شادي وده اسمه هادي وده كان فادي، أنا مش فاكر فادي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، فيبقى ده كده الدنيا دخلت مننا في بعض، يبقى انت بتتكلم عن تداخل. السؤال 38 بيقول لك تبويب وترتيب البيانات داخل المخ وربطها برموز، يبقى انا كده بنظم. طبعا انت عارف انا ليه زنيت دلوقتي لو انت بتركز في اللي بنقوله في الحصص، يعني بقول لك ايه فرصتك وجات لك، لو تقول لي افرق ازاي بين الرفض والقبول في التنشئة بتاعت الأسرة. شوف إجابتك تحت في الكومنتات. سؤال 39، عند عدم استخدامك لأحد برامج الكتابة على الكمبيوتر لفترة طويلة فنسيت فترة وقت فدي تبقى تضاؤل. بص يا صاحبي، أنا مش هنزل لك النضارة دلوقتي، بس هنزلها دلوقتي، دي قمة الروشنة. تحت في لينكين فيهم كل اللي انت عايزه، تمام؟ واسألنا على اللي انت محتاجه، ارقامنا في اول الفيديو لو انت عايز تسأل عن اي حاجة، واحنا عنينا ليك. كان معاكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناة ابرة على اليوتيوب. سلام يا صديقي.